السلام عليكم. بالتأكيد كلنا ملاحظين الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب خلال الفترة الحالية، اللي وصلت سعر جرام الذهب ال 18 ل 1500 جنيه، وال 21 لحد 1750، وال 24 ل 2000 جنيه، وجنيه الذهب يوصل 14000 جنيه. طب يا ترى ايه الأسباب اللي أدت لهذا الارتفاع الجنوني جدا لأسعار الذهب؟ لو جينا ركزنا هنلاقي إن في 3 أسباب أساسية هي اللي أدت لده. أول سبب هو زيادة التضخم بشكل كبير. الناس أصبحت خايفة إنها تحط فلوسها في صورة ودائع، لأنها شافت إن معدلات العوائد على الودائع أو الفوائد الخاصة من الودائع مهما كبرت فهي أقل من نسبة التضخم. يعني مهما حضرتك حطيت فلوسك في البنك، فلوسك بيحصل لها تآكل، لأن نسبة التضخم أعلى بكتير جدا من نسبة الفوائد. تاني سبب هو زيادة الطلب على الذهب وانخفاض المعروض منه. طيب ايه اللي ادى لهذه الاسباب لزياده الطلب على الذهب؟ هنلاقي حاجتين. اول حاجه هي خوف الافراد من فقدان القيمه لمتحصلاتهم النقديه، ادى ان الافراد نفسهم لجوا الى شراء الذهب بشكل كبير جدا جدا، فده ادى الى ارتفاع سعره. طب من قبل التجار، بدأ التجار ان هم يشتروا الذهب برضه بشكل كبير جدا جدا عشان يبتدوا يبيعوه في الخارج ويحصلوا على دولارات، يقدروا من خلال ان هم يفكوا الازمه اللي متعلقه بالواردات الخاصه بيهم الوقف في الجمارك. فدول سببين اساسيين كانوا هم من الاسباب الاساسيه اللي ادت الى ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير. السبب الثالث والاخير هو التقلبات القويه جدا في سعر صرف العمله. طبعا كلنا شايفين ان سعر صرف العمله المصريه حاليا اصبح متذبذب بشكل كبير، اللي ادى الى قفزات من 19 الى 20، وحاليا وصل الى 24 68 قرش، ومن المتوقع ان هو يزيد عن كده كمان خلال اول السنه. كل ده ادى الى تخوف الافراد من تقلبات سعر الصرف وانخفاض قيمه العمله بشكل كبير، فلجأوا الى شراء الذهب بهذا الشكل اللي احنا كلنا شايفينه. وبالتالي مع انخفاض المعروض وزيادة الطلب ارتفع هذا السعر إلى هذه الأسعار الكبيرة جدا جدا اللي احنا شايفينها. طب هل هذه الأسعار هتنخفض؟ من المتوقع ان هذه الاسعار هتنخفض، ولكن لن تنخفض بالشكل الكبير اللي احنا كلنا متخيلينه، ولكن سيحصل انخفاض طفيف طالما لم يحدث تغيير حقيقي في سعر الصرف او يحصل تغيير حقيقي في التضخم. كلما زاد التضخم زاد سعر صرف الذهب، وكلما زاد التضخم زاد معها التقلبات في سعر العملة. عشان كده كلنا متوقعين ان خلال الفترة اللي جاية لن يحدث تغيير كبير في سعر الصرف الخاص بالذهب، لكن هيحصل نوعا ما زيادة كمان في الأسعار خلال الفترة القادمة، ونتعشم ان الفترة القادمة يحصل فيها تغيير إيجابي سواء في سعر الصرف أو سواء في سعر الذهب. شكرا جدا جدا ليكم. كان معكم خالد الحداد، استشاري التخطيط المالي إدارة المشروعات الصغيرة. السلام عليكم.